هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. فيديو النهاردة بقى هو تكملة لسلسلة وصفات العيد. عملنا كحك العيد وكانت وصفة ممتازة. هنكمل بقى ببتيفور العيد. هنعمل بتيفور النهاردة دايب كده وناعم وفي نفس الوقت متماسك وقوامه حلو. هنعمل كمان هنتعلم التسوية الصح، يعني ازاي نطلعه كده بلون اصفر كده، يعني هو ده اللون الصح، مش بيكون محمر البيتيفور، لا بيكون ابيض كده شوية. هنتعلم كمان الاشكال بالقمع وبماكينة البيتيفور او المكبس. بجد طريقة مظبوطة والمقادير مظبوطة ومتجربة يعني كتير وحقيقي عن تجربة. بصوا كمان هنزينه بطرق جميلة جدا. يلا نشوف بقى المقادير. معايا كيلو من الدقيق، احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم كل المقادير بالكيلو. معايا كيلو من الدقيق ورشة ملح، ومعايا 4 بيضات بحرارة الغرفة. مش هنعجنه بصفار بس يا جماعة ولا ببياض بس، لا هي هنعجن بالاربع بيضات كاملين، ومعلقة صغيرة كده من الفانيليا. ومعايا بقى هنا 800 جرام من السمن والزبدة، يعني المادة الدهنية معايا 800 جرام. 600 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، مش تكون بحرارة الغرفة قوي، بس تكون يعني تكون طرية كده ولينة معايا. و200 جرام بس من السمن بيديه قوام اللي هو دايب شوية، وكمان الزبدة بقى عشان طبعا تخلي طعمه حلو. ومعايا 250 جرام من السكر بودر. بس يا جماعة ما تكتروش سكر بودر عشان ما يبقاش سبب ان البيتيفور معانا حجمه يكبر معانا في الفرن. مش هنضيف بيكنج باودر عشان برضو الحجم ما يكبرش. هي دي المقادير بس. في طبق بقى كبير هنضيف الزبدة والسكر على بعض وبالمضرب كده او بالمضرب اليدوي، او ممكن كمان بايدينا، نستخدم ايدينا بس نبذل مجهود كده شوية عشان يعني نضرب في الكريمة يعني نضرب في الزبدة والسكر لحد ما يبقوا زي الكريمة كده، القوام بتاعهم يبقى زي الكريمة كده. هننزل بقى بالاربع بيضات، هننزل بيضة بيضة، يعني كمية معانا بيضة بيضة، ونضرب يعني لما ننزل بالبيضة نضربها لحد ما تختفي اثرها خالص، وبعدين ننزل بالبيضة التانية وبعدين التالتة والرابعة وهكذا لحد ما الكمية تخلص. طبعا لو عاملين 2 كيلو او 3 كيلو هتضربوا في 2 او تضربوا في 3 وتضاعفوا المقادير بتاعتكم. بنزل بيضة بيضة يعني بضرب كده لحد ما اخلصها كلها. بس كده خلصت ضرب بقى والقوام بتاعي بقى مظبوط. هنزل بقى بالدقيق بتاعي بكمية الدقيق، وهبدأ بقى اقلب. انا مش هعجن، اتفقنا ان الكحك او البيتي فور وكمان البسكوت هنعمله مع بعض. احنا مش بنلت ونعجن في العجين ده كتير، لا دي يا دوب بس العجين بتاعت البسكوت والبيتي فور والكحك. يا دوب بس احنا يعني بنخلط الدقيق مع المكونات التانية، المكونات بنخلطها مع بعض بس كده. يا دوب العجينة بس تتلم كده وخلاص بقت جاهزة معانا. بصوا قوامها هتحسوا ان هو بيلزق شوية، بس اول ما تشيلوا ايديكوا وتغسلوها كده وتنضفوها خلاص مش هتكون بتلزق معاكم. انا كده اخدت حتة من العجينة عشان اعملها بالكاكاو تبقى تشكيلة. ضفت لها معلقتين كبار من الكاكاو، وضفت لها بعدين الزبدة دي 20 جرام من الزبدة، يعني معلقتين كبار من الكاكاو 20 جرام من الزبدة. طبعا عشان الكاكاو بيخلي العجينة ناشفة، فانا ضفت زبدة عشان اعادل يعني ان هو يكون ناشف معايا، لا انا حطيت زبدة عشان تبقى طرية معايا زي ما هي. وكده بقى معايا بقى العجينتين. اول حاجة يعني القمع، حطيت في القمع عادي، وانتوا بتضغطوا بقى على القمع كده يعني اضغطوا جامد شوية عشان تنزل معاكم. انا استخدمت الكيس ده يعني كيس حلواني عادي. ممكن لو عندكم كيس الحلواني اللي هو بيكون جامد ده استخدموه.
شكل اللي يعجبكم، يعني شكل القمع اللي يعجبكم. بس انا بفضل شكل الورد ده اللي انا بعمله، وشكل كمان بيكون حلو قوي. دول احلى اتنين انا بحبهم. انا حطيتهم كده يعني اصلا في الاكياس، وخليت الكيسين معايا جاهزين عشان يبقى سهل معايا. انا هنا عملت صف كده يعني صف بالكاكاو وصف من غير كاكاو، عشان كمان اعرف التسوية بتاعتي. يعني ما احطش الصينية كلها بالكاكاو وما اعرفش التسوية بتاعتي، لا اقيس بقى بنفس المقياس على من غير كاكاو. ده الشكل التاني. الشكل ده يعني انا بحبه قوي. هنا خلصت الصينيتين معايا او الكمية اللي هعملها. طبعا لو حسيتوا ولو بتشتغلوا في مكان يكون درجة حرارته يعني عالية شوية، يعني الجو حر عندكم، ممكن تحطوا الصواني بتاعتكم في التلاجة شوية. ما تخلوش معانا العجينة سايحة. قبل ما تدخلوها الفرن لازم تكون يعني العجينة متماسكة كده عشان ما تسيحش معانا. هندخلها بقى الفرن على حرارة 170 او 160 لمدة حوالي ربع ساعة. المهم ما ياخدش معاكم وقت، ومش بنشغل شواية خالص، لا احنا بنسيبه ياخد لون كده، وهنشوف مع بعض دلوقتي. دي بقى ماكينة البيديفور او المكبس. العجينة بتاعته بتكون انشف شوية. هنضيف بس للعجينة معلقتين دقيق بس، معلقتين دقيق، وبعدين بنقلبها مع بعض يعني بنخلط العجينة مع بعض تاني، وبنضيفها بقى في المكبس بتاعنا، وبنضغط هي ضغطة واحدة بس، ويعني بنشيل على طول. ما نخليش ايدينا تقيلة قوي عشان ما تبقاش معانا كبيرة. ودي الاشكال اللي انا عملتها. وهنا الصواني بعد ما خرجت من الفرن، ممكن عشان يعني ما تتخضوش اول صينيه معاكم تطلع حجمها زاد شويه، بس انا ما طلعش معايا وممكن ما يطلعش معاكم. بس انا بقول لكم دي اول صينيه عشان بتكون العجينه لسه يعني ما اخدتش وقت وارتاحت شويه. بس يعني امشوا على الطريقه وامشوا على الوصفه كده بالظبط، وان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. بصوا بقى هنا التسويه زي بعض بالظبط، يعني عشان كده بقول لكم اعملوا صف يعني بالكاكاو، صف من غير كاكاو، عشان تقيسوا التسوية، تشوفوا تسوية من غير كاكاو، فخلاص يبقى اوريدي كلهم استووا زي بعض. بصوا اللون بتاعه بيكون ذهبي خفيف، مش بيكون محمر كده ويعني غامق، لا البيتي فور بيكون يعني ابيض كده شوية. بصوا التسوية بجد يعني حقيقي روعة. انا بقى شكلت الكيلو بتاعي، عمل كمية ما شاء الله حلوة. الشكل ده بقى انا يعني بحط عجينتين مع بعض، بحط عجينة من الكاكاو وعجينة من من غير كاكاو. الاتنين كده بحطهم في قلب بعض وبدخلهم المكبس، بيطلع معايا الشكل ده، بيكون شكله حلو قوي. حتى من غير تزيين كده بيكون شكله حقيقي حلو. دي بقى بالكاكاو كلها. بس طبعا عشان اعرف التسوية حطيت واحدة في النص بيضة عشان اقيس عليها التسوية. بصوا شكلها حلو، يعني الرسمة كمان باينة كده وبارزة، مش سايحة على بعضها ولا اي حاجة. وده الاشكال طلعت معايا. انا بحب لما اطلعها من الفرن اقسمهم كده كلهم يعني كل شكل كده في جنب، عشان لما اجي ازينهم بقى كده ويعني للتزيين يكون سهل معايا. مفضلش بقى ادور يعني ده شكله فين وده شكله فين، عشان البتيفور معايا ما يتهريش، وكمان انا ما اتعبش، فبقسمهم كده اجزاء مع بعض. التزيين بقى على حسب الرغبة وزي ما تحبوا. ممكن بقى يعني نلزقهم او نزينهم بمربى، طبعا بتكون مربى مشمش، بتكون احلى حاجة. بس المربى يفضل ان هي ما تقعدش وقت اطول، لان بتعمل رطوبة للبيتيفور كده وبتخليه اطرى شوية. انا عموما بحبه بالشوكولاتة جدا، يعني بفضله بالشوكولاتة مش بالمربى. بس التزيين زي ما قلت لكم على حسب الرغبة. انا بقى عندي فول فول سوداني مكسراه، وعندي جوز الهند وسبرينجز كده.
زينه بالطريقة والشكل اللي تحبوه. يعني طلعوا بقى الفن بتاعكم كده وقعدوا فننوا كده. كمان واحنا جايين نختار الاشكال يعني نختار اتنين قد بعض كده في الحجم، عشان ما تبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة ويبقى شكلها مش لطيف. لا، تبقى كلها متساوية كده وحلوة. ننقيهم كده قد بعض من قبل ما نلزقهم. ما تكتروش شوكولاتة قوي في النص عشان ما تطلعش منهم كده برضو ويبقى الشكل مش ألطف حاجة. هنا برضو بوريكم ان هي قد بعض. بضيف كده الشوكولاتة برضو في النص. طبعا انا عشان عاشقة للشوكولاتة بحب كده اغطسها كلها اصلا يعني في الشوكولاتة كده واطلعها تبرد او تجمد، يعني شوكولاتة تجمد عليها، وبعدين ببدأ ارصهم على بعض. طبعا اللي احنا هنزينه ده يعني بنسيبه الاول كده الشوكولاتة تجمد كده عليه، وبعدين نبدأ بقى نضيفه في علبة او في ممكن كمان حلة، يعني حلة بغطاء. المهم تكون حاجة محكمة الغلق كده، ما يدخلهوش هوا عشان ما يرطبش مننا. هنزين بقى الكمية كلها بالطريقة اللي نحبها. انا اديتكم اقتراحات كتير، وهنا ده الكيلو معايا عمل الكمية دي كلها ما شاء الله. بص بقى طريقة التزيين بجد حلوة، لما تطلعوا مواهبكم كده في التزيين هتحسوا ان انتوا عملتوا حاجة حلوة وشكلها جميل كمان ولطيف كده. بصوا شكلها حلو قوي بجد يا جماعة. وصفة على ضمانتي، هتجربوها وهتعجبكم جدا، وهتعجب اي حد يدوقها من ايديكم. وكمان هتكون يعني وصفة مضمونة بالنسبة لكم ترجعوا لها في اي وقت. بصوا شكله بجد حقيقي حلو قوي، احلى بقى من بتاع المحلات، وكمان يعني موفر اكتر. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.